بسم الله على بركة الله. نوجد معكم السمكة في الفرن بالأعشاب المنسمة، تجي رائعة ولذيذة جدا أكيد. نشهي ولا خرجة بيوتي. كيف ما شفتوا هنا عندي سمك الأبيض، تبقى اختياري، النوع تبقى اختياري. أنا ديجا فتحت ليها هنايا، غسلتها ونقيتها وتحت ليها الكيشة ديالها، خويتها ليها باش نشرملها، باش تاخد نسمات المنسمات ديال الأعشاب الطبيعية. كما قلت لكم عندي هنا السمكة نقيتها وفتحتها. عندي هنا الحامض سيترون، عندي بصيله بورو قطعتها، عندي خضبر ومعدنوس مقطعين، عندي هنا المنسمات ديال الاعشاب، عندي متنوعين فيهم الازير والزعتر وورقه سيدنا موسى وزعتره، وعندي كذلك هنايا ازير، هنايا خضر ماشي يابس، وعندي هنا واحد 5 ديال الثومه ديجا نقيتهم وحطيتهم، عندي قزبر مطحون، وعندي شويه ديال الابزار، وعندي اوراق سيدنا موسى. كما قلت لكم غنوجدوا هنا سمكه بالاعشاب منسمه، واحد صلصه بلونش، يعني ما غاديش نديروا فيها لقامه توابل كثيره باش نحافظوا على الجوده ديال السمكه ديالنا. بالنسبه للفرن عندي هنا لاطه ديال الفرن، غادي ندير فيها بابي كويسون. بسم الله. وزيت الزيتون اكيد، خويطات ديال زيت الزيتون باش غنطيبوا السمكه ديالنا، ونديروا بصيله. سهل مامي تنصور بصيله. بالنسبه هادشي اللي غادي نديرو في اللاطه، وغادي نفرشوا شويه ديال حامض السيترون، واحد الورقه من الورق ديال الزعتر منسمات. دابا نصايبوا الشرموله اللي غادي نشرملو فيها السمك ديالنا. في البول هنا عندي قزبر ومعدنوس، عندي تقريبا 1 معلقه كبار، وعندي 3 الفصوص ديال الثومه والقزبر حبوب، وعندي شويه ديال الابزار والمنسمات. كما قلت لكم باش نكثروش التوابل، باش نحافظوا على النسمه ديال السمكه اللي عندنا، وتقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. التتبيله هي هذه اللي عندي. دابا غادي نشرمل بها السمكه ديالي. عندي هنايا شويه ديال الاوراق سيدنا موسى، غادي نحطهم حتى هما. السمكه ديالي من بعد ما تبلتها وزدت عليها هنايا الحامض وورقه ديال من الاعشاب ديال سيدنا الزعتر، ما ديوش عليا مع الصيام الهضره مشات ليا مع الصيام. ديال الزعتر. ودابا غادي نسدو عليها بابي كويسون، نديروها الومنيوم، نخشيوها في الفرن، نخليوها غير تقريبا واحد 20 دقيقه ما نفوتوها. ديجا السمك نعرفوه يطيب دغيا، وانا اصلا ما دايرهاش لهاد التوابل كثيره باش نخليو نحافظوا على النسمه ديالي، ما غاديش نطيبوها بزاف. هي ديجا الحيت الابيض دغيا تيطيب، يعني مع الفرن سخون راه دغيا تيطيب. 20 دقيقه كافيه للطياب لهاد السمكه هذه. السمكه لفيناها في بابي كويسون، ونزيدو عليها الالومنيوم ونحطيوها في الفرن. ديالي هي هذه، خشات في الفرن. غادي نشعل عليها غير الزيت حتى وكان طيب، هذيك الساعه نشعل عليها الفوق شي شويه، ما بغيناش تحمر، المهم باش تاخذ شويه حقها طيب من الفوق. بالنسبه للصلصه بلونش غادي ندير هنايا، عندي زبيده في مقيله، درت معها واحد البروه وشويه ديال المعدنوس يتشحروا، ونضيف عليهم واحد المرق ديال السمك. ديجا درتو هنا وجدتو، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. بعد ما يتشحروا غنزيد عليهم الكروفيت، ونزيد عليهم الكريم فريش ديال الطبخ باش تجي عندنا صلصه بلونش رائعه مع السمك. هادشي اللي غادي نرافق معها السمكه باش نحافظوا على المنسمات اللي فيها. هنا غادي نوجد معكم واحد الحشوه اللي غادي نرافق معاهم الطبق ديالي. بالنسبه للحشوه اللي غادي نوجد، عندي هنا واحد البروه، انا تعجبني البرو، بصله برو في الحشوه تتجي بنينه ورائعه. درتها في مقيله مع زبيده، وزدت عليها الفلافل، وزدت هنا لي بات ديال البيتزا صغيورين تيجيو زوينين وكيوت الصراحه، احسن من لي بات كبارين. ديجا كانوا عندي في كونجيلاتور غير جبدتهم
ودرت عليهم لاصوص طوماط ديجا كانت عندي محضراها من قبل. من بعد ما غادي طيبوا لي داك البصيله والفلافل غادي نشوفوا الاضافات اللي غادي نديرو. بالنسبه للبيتزات غادي ندير معاهم غير الطون ولي فون ديال لي كيش. غادي ندير معاهم هنايا عندي كفيته حتى هي مع الفلفله والبصيله ونعمرهم ونخشيهم في الفرن وبصحه وراحه. هذا هو فطورنا ديال اليوم. من بعد ما وجدت السمكه ديالنا بلا صوص بلونش تجي رائعه وبنينه وبالمنسمات الصراحه تحسي انك تاكلي سمكه منسمه وفيتاميني وبصحه وراحه. هذا هو الفطور ديالنا. البيتزا هما هادو وليكيش كان هذا هو الفطور ديالي. نتمنى يعجبكم الفطور ديال اليوم. وبالخصوص السمكه رائعه طلعت واحد الريحه غزاله غزاله غادا طالعه منها بالخصوص المنسمات اللي فيها. وبصحه والراحه نتمنى تعجبكم الفطور ديالنا ديال اليوم مرافق بالسمك وبسيطلات وليكيش ولي بيتزا. الحمد لله على النعمه ديال الله. كيف ما قلت لكم هاد السمكه من تكون خفيفه ما فيها لا خضر لا والو تقدري ممكن تاكليها في الفطور وتتجي رائعه مع الفواكه البحر الصراحه تتجي زوينه. وبصحه وراحه وبصحه فطوركم ورمضان كريم. يدخل لكم بالصحه والسلامه.